شخصية من مسلسل تواجه شخصية من رواية. عبد العزيز النص يواجه نوح الألفي. ماذا لو إن نوح الألفي بطل سلسلة تحقيقات نوح الألفي من تأليف ميرنا المهدي، المستوحاة من شخصية المحقق الشهير شيرلوك هولمز، واللي اتشهر جدا في معرض الكتاب الأخير، شاءت له الأقدار إنه يطارد واحد من أشهر الحرامية المصريين، عبد العزيز النص، واللي اتفرض له عمل ومسلسل كامل في رمضان ده، مستوحى من كتاب مذكرات نشال اللي صدر في العشرينات، واللي مستوحى بدوره من قصص أرسين لوبين اللي صدرت في أواخر ال 1800 وأوائل ال 1900، أي قبل كتاب مذكرات نشال ب20 سنة، مسافة ما الكتب وصلت مصر وحد قراها وقرر يستوحي الفكرة ويعملها مصري. وليه فكرة إننا نخلي شخصيتين خياليتين من عالمين أو عملين مختلفين يواجهوا بعض مش فكرة غريبة، لأن في الغرب الفكرة دي حصلت كتير قبل كده، زي مثلا في عام 2003 لما صدر فيلم رعب اسمه فريدي فيرسس جيسون أو فريدي ضد جيسون، واللي كان أبطاله اتنين سفاحين بيتحاربوا، وكل سفاح فيهم كان ليه سلسلة أفلام لوحده. وبعدها في عام 2004 لما صدر فيلم اسمه Alien vs Predator، وكان فيه صنفين من كائنات فضائية بيحاربوا بعض، وكل نوع أو صنف فيهم كان ليه سلسلة أفلام لوحده. حتى الأبطال الخارقين ما سلموش من القصة دي، لما في 2016 صدر فيلم اسمه باتمان في سوبرمان، وكان الجزء الثاني من فيلم سوبرمان ذا مان اوف ستيل، وكان الفيلم ده هدفه التعريف بباتمان. ففكرة ان ابطال اعمال وسلاسل مختلفة يتجمعوا في عمل يخليهم يتنافسوا مش غريبة، خصوصا ان قصتنا النهاردة هتكون مستوحاة بشكل كبير قوي من واحدة من القصتين اللي اتذكروا في رواية أرسين لوبين يواجه شيرلوك هولمز، واللي كانت من كتابة موريس لوبلان مؤلف شخصية أرسين لوبين، واللي خلى أشهر شخصيتين، أشهر محقق إنجليزي يواجه أشهر لص فرنساوي. وبما إن دول الشخصيتين أصلا اللي ألهموا الشخصيتين المصريين اللي هنتكلم عنهم ونحطهم قصاد بعض النهاردة، فمش هتبقى غريبة قوي. ولو ما تعرفوش خالص عن الشخصيات وعايزين تعريف مفصل أكتر عنهم قبل ما نحكي قصتنا النهاردة، هكتب لكم عنهم أكتر تحت في الديسكريبشن. ودلوقتي عارفين الشخصيات كويس؟ جاهزين للقصة؟ يلا بينا. قناة اليوتيوب ريفيولوشن تقدم بكل فخر قصة نوح الألفي يواجه عبد العزيز النص. بنبتدي بمكتب نوح الألفي، وقطز صديقه جاي له بيقول له الحق يا نوح، في جريمة قتل. نوح بيتحرك لمكان جريمة القتل، بيشوف المقتول وبيعرف إن اسمه محمود، مع شوية ورق متنطور كده في الأوضة وتذاكر قطر رايح جاي من اسكندرية. الواد ده اسكندراني. بيطلب نوح من قطز كل اللي يقدر يجيبه من معلومات عن محمود، أصله، فصله، مين بيتردد عليه، بيعرف مين وما بيعرفش مين. وبعد ما قطز بياخد طلب نوح ويمشي، نوح بيتلفت يمينه وشماله عشان يتأكد إن مفيش حد، وبعدين بيروح مطلع ليمونة وقاسمها نصين وبيرمي السلام. الليمونة بتجف في إيده، بيحس بهبو روح، وبيبص قدامه بيلاقي روح هلت فعلا، ولكنها مش روح شبه المقتول، إنما روح تانية غريبة، روح لابسة لبس حسه نوح إنه قديم كده، عمامة على الراس مع بدلة على جلبية. ابتدى نوح بطريقة التحقيق: انت مين يا جدع انت؟ مش المفروض تبقى انت اللي هنا؟ ابتسم الروح ورد على نوح: انت عارف انا ليه سموني النص؟ عشان تملاجي لما حد يقطع نص ليمونة. بيبتدي نوح يتزربن: بلاش لف ولا دوران، وديت روح محمود فين؟ بيفضل النص على ابتسامته: بقول لك ايه يا بيه، ما بلاش القضية دي، انت ظابط شاطر اسمع عنك تملي، ومتأكد هتلاقي بدل القضية 1000 هتعرف تحلهم كويس وتترقى، بس بلاش القضية دي يا باشا، ينوبك ثواب. وبعدها بيختفي النص فجأة. بيقعد نوح بعدها يفكر مع نفسه متعفرت: مين ده؟ ويقول في نفسه أكيد الروح دي هبلة، هو في حاجة في المباحث اسمها ماشي القضية دي حلوة ناخدها والقضية دي كخة لأ مش هناخدها؟ وبيقرر إنه هياخد القضية دي، يعني هياخدها. بيرجع قطز وبيقاطع تفكير نوح وعلى وشه فرحة ما تتناسبش مع الحدث. بيقول له إنه جايب له أخبار حلوة، وإنهم عرفوا يحصروا كل الزيارات اللي جات لمحمود،
ومنهم زيارة من واحدة خدامة شغالة في فيلة رجل أعمال لسه متبلغ في محضر إنه مسروق من يومين. ومش بعيد يكون موضوع السرقة ده ليه علاقة بجريمة القتل. رغم إن الأخبار كانت كويسة في مجال القضية، إلا إن قطز بيحس إن مود نوح مش مظبوط، فبيبص حواليه عشان يتأكد إن محدش سمعهم. وبعدين بيسأل نوح إن كانت روح المجني عليه قالت له حاجة عكننت عليه ولا إيه. نوح ساعتها بيرد على قطز بجدية إن مش روح المجني عليه محمود هي اللي طلعت له، وإن اللي طلعت له روح تانية كده غريبة. وصفه له وقال له اسمه. فراح قطز رد باهتمام: بتقول إنه قالك إن اسمه النص ودي أوصافه؟ أنا حاسس إن أنا سمعت حاجة شبه كده قبل كده، بس محتاج أتأكد. روح أنت امشي في خيط السرقة اللي أنا جبتهولك، وأنا لو وصلت لحاجة عن عم النص ده هقول لك برضه. وفعلا بيروح نوح يزور الفيلا اللي اتسرقت، ومع الكلام مع رجل الأعمال سالم ومراته سيدة المجتمع درية بيعرف بالسرقة وأحداثها الغريبة اللي خلت إن عقد ألماظ يتسرق من أوضتهم اللي كانت مقفولة بالمفتاح من جوه، إلا إن شباك البلكونة كان مفتوح. مع بعض الآثار اللي بيقول المحضر إن اتلاقت في أرضية جنينة الفيلا آثار وكأنها آثار سلم اتحط وحد طلع عليه لحد لما وصل للبلكونة وفتح الشباك وسرق العقد، وبعدين راح نزل وهرب. وإن قد إيه السرقة دي عكرت بالهم بعد ما كانوا ما صدقوا إن حياتهم هديت، بعد ما درية ما كانت سابت الإشراف على أعمالها في الإسكندرية، وكانوا ما هيصدقوا إنهم يهدوا شوية بقى مع بعض في القاهرة. ومفيش شوية وراحت السرقة دي حصلت. بيقعد نوح يفكر، وبعدين بيستدعي بقى الخدامة عزيزة، واللي مع التحقيق معاها بيعرف إنها في الفيلا بقالها سنة، وإنها بتاخد بالها من فريدة بنت سالم ودرية كويس. ولما بيسألها عن المجني عليه محمود بتتلجلج وبتنكر أي معرفة وبتستأذن بسرعة. بيقعد نوح بعدها يتمشى في الفيلا لحد لما بيتكعبل في فريدة البنت الصغيرة. بيهزر معاها الأول شوية وبيتعرف عليها، وبعدين لما بيعرف إنها لسه في أول سنين المدرسة بيطلب منها إنها تكتب اسمها كنوع من أنواع اللعب. فبيلاقي إنها بتمسك ورقة وقلم وبتبتدي تكتب بلغة غريبة جدا. فلما بيمسك الورقة وبيقول لها إن ده مش اسمها، بتقول له إنها بتكتب بالظبط زي ما شافت دادة عزيزة بتكتب، لحد لما عزيزة بتيجي تاخدها بسرعة وبتقول لها إن ده وقت غداها، وبتستأذنه إنها هتمشي هي والبنت، وبتقول له إن قطز باشا جه وعايز يقول له حاجة. بيجي قطز وبيقول له إنه عايز يسأله في حاجة مهمة جدا، وبيطلع له صورة وبيقول له هو ده الروح اللي انت شفته. بيلمح قطز الجدية اللي على وش نوح وهو بيبص على الصورة، وبيفهم ان الصمت ده علامة الرضا. فبيكمل قطز: عبد العزيز النص حرامي ونشال، كان عايش في العشرينات، وغريبة قوي انه ظهر لك. انت مش بتقول دايما ان الروح بعد الموت بيبقى اخر تاريخ صلاحيتها 40 يوم يا جدع انت؟ بتترسم الجدية على وش نوح الألفي وهو بيدي القطز أوامره الجديدة: بص يا قطز، أنا عايزك تبعت لي كل معلومات اللي اسمه عبد العزيز النص ده، وعايزك بعدها تعرف لي السر ورا اللغة الغريبة دي. وبيديله الورقة اللي اديتها له البنت الصغيرة. بيسأله قطز وهو بيشرب النسكويك اللي بيحبه دايما: ودي ايه الورقة دي كمان؟ بيرد نوح: دي ورقة اللي اديتهاني البنت الصغيرة. بيتزرزر قطز: عايز ندور في شخبطة عيال؟ بيرد عليه نوح بجدية: الكلمات دي نقشتها البنت الصغيرة من كتابة كتبتها عزيزة اللي كانت تعرف المجني عليه وأنكرت معرفتها بيه. فالورقة دي ممكن يبقى فيها شفرة، لما نفكها نفهم اللي بيحصل. بيبص قطز للورقة وبيرجع يهزر مع نوح: علم وينفذ يا كبير، وانت هتعمل ايه؟ بيفكر نوح شوية: انا همشي ورا خيط اللي اسمه النص ده، وحاول اركز في اعادة التحقيق في السرقة اللي تمت دي من تاني، لان وضوح طريقة السرقة دي مخلياني مستغرب شوية. بيمشي قطز فبيبص نوح حواليه، وبعدين بيطلع ليمونة وبيعمل طقسه من جديد، بيقسمها نصين ويلقي السلام. فبيلاقي النص بيظهر قدامه من جديد، وما زال النص محافظ على ابتسامته. بيبص نوح للنص وبيقول له بجدية:
بقى انت اشهر حرامي بقى في العشرينات مش كده؟ قول لي بقى ايه علاقتك بالسرقه اللي تمت في الفيلا دي؟ ولما بيلاقيه ساكت ما بيردش ولسه محافظ على نفس ابتسامته بيكمل ويقول: ازاي بقالك 100 سنه روحك هايمه والروح اخرها 40 يوم؟ طيب انت عارف انا ليه بيسموني النص؟ بيرد النص بابتسامته. فبيتضرب النوح: انت مش قلت لي قبل كده عشان بتيجي لما حد بيقسم ليمونته لنص بيفضل النص مبتسم؟ ده رد قديم، احنا بقينا اصحاب وممكن اشاركك دلوقتي بقى. بيسموني النص عشان فاتني نص عمري فجاي اعوض بقى. انت هتستظرف. بيقاطعه نوح وبيكمل: انت يالا ايه علاقتك بالقتل والسرقه؟ يالا. بيتساءل النص بمراره وبعدين بيكمل: كتر خيرك يا بيه، ده انا في مقام جدك. كلمه وهقولها لك تاني واخر مره، وحياتك يا بيه لو بجد بيفرق معاك الناس ما تكمل في القضية دي. فبيرد نوح بسخرية: ليك حد مستفيد طبعا بتحاول تسرق له، عشان تخليه يبقى على وش الدنيا مش كده؟ هم دول الغلابة، مش كده؟ سلام يا بيه. بيقولها النص بمرارة وبيختفي. بيفكر نوح في نفسه انه طالما ما عرفش يطلع بحاجة من التحقيق مع روح النص فممكن يطلع بحاجة من القراية في تاريخ النص اللي لسه قطز بعتهوله على الواتساب والتحقيق من جديد في السرقة نفسها. بيبتدي نوح في السريع يقلب في كل الملفات اللي ليها علاقة بتاريخ النص اللي بعتها له قطز. بعدها بياخد محضر السرقة وبيطلع بره الفيلا عشان يبص على البلكونة والسلم اللي المحضر بيقول إن تم استخدامه في الجريمة، وبعدين بيبص للمحضر من جديد وهو لسه حاسس إن في حاجة غلط. حل قضية السرقة واضح بزيادة لحد لما حاجة بتلفت نظره في المحضر فجأة، أو بمعنى أصح رقم بيلفت نظره بتخليه يرمي بصة تانية للسلم، أو بمعنى أصح رجل السلم. وبعدها بيمسك مقياس وبيلفه حوالين واحد من رجلين السلم، وهنا بيستغرب. المحضر بيقول إن العمق اللي اتعمل في الجنينة بفعل السلم كان نص قطره 20 سنتي، بينما نص قطر رجل السلم الحقيقية بحسب قياسه كان 30 سنتي. بيقعد ساعتها يركز ويدور في كل اللي موجود في الجنينة، وأخيرا بيلمح زي جاروف. بيقيس حرفه واللي بيحسبه بيلاقيه ل20 سنتي اللي كانت عاملة الحفرة في الأرض. في حد كان عايز يوهم الحكومة إن السرقة تمت بالسلم فعمل حفر الحفرتين بحرف الجاروف على مسافة تبدو وكأنها السلم. طب أمال السرقة تمت منين؟ بيرفع ساعتها نوح نظره لسطح الفيلا، السطح اللي يصلح كمنط ممتاز لبلكونة الأوضة. أصل لو باب الأوضة كان مقفول بالترباس من جوه وموضوع السرقة بالسلم ده طلع مزيف يبقى هو السطح ملهاش حل تاني. بيستدعي نوح مجموعة البحث الجنائي عشان تيجي تحقق في السطح وتفتشه، وبيجي معاهم قطز. وعلى ما رجالة البحث الجنائي ابتدت تطلع عشان تدور بيجي قطز لنوح بوش شاحب: اللي انت اديتهوني يا نوح ده طلع مش شخبطة، دي طلعت تعويذة قديمة بدعها الإنجليز زمان لتحضير الأرواح. واضح إنها اتنقلت وقت الاحتلال من إنجلترا لهنا، وتقريبا كده عيلة قعدت تتوارثها لحد لما قرر واحد من الأحفاد إنه يستخدمها. والتعويذة دي معروف عنها إنها بتطلب الحماية دايما من ابتزاز العدو. ابتزاز العدو؟ عين نوح بتنور. بس أنا فهمت، جمعت كل حاجة وكل الخيوط، اجمع لي الكل. بيقولها نوح لقطز. مفيش شوية والكل بيبقى قاعد قدامه، رجل الأعمال ومراته والخدامة. بيبدأ نوح: شوفوا بقى، الموضوع سهل وبسيط. خدامة لذيذة بتقع في حب واد معجباني بس مجرم، وبعدها بيتفرقوا وبتقرر البت إنها تنضف. بتشتغل في فيلة ناس قبها وبتقعد معاهم سنة لغاية لما الواد بيعرف، فبيطلب منها إنها بما إنها بقت جوه الفيلا إنها تساعده في سرقة الفيلا. ولما بترفض في الأول بيبتزها بشوية الصور والتكست اللي كانت ما بينهم، فبتتوتر وما بتعرفش تعمل إيه. ولأنها مش ضالعة في السرقة زي جدها فالخدامة عزيزة اللي اسمها على اسم جدتها الزوجة التانية لعبد العزيز النص بتستدعي روحه بتعويذة كان هو لطشها من الإنجليز زمان وورثها لها. ولما روحه بتحضر بيرسم لها ملعوب ما حصلش.
توهم الناس إن السرقة تمت من تحت بسلم طالع للبلكونة، ويقعدوا يتلهوا في الطريقة الفالصو دي لغاية لما في الآخر القضية تتأيد لمجهول، بينما السرقة الحقيقية تمت فعلا من السطح، وتنزل هي من السطح على البلكونة، تدخل تلطش العقد، وبعدها تطلع من تاني على الماسورة لغاية لما توصل للسطح، وتهرب وتروح تدي لمحمود العقد. وبعدين لما تلاقيه لسه مصمم انه يبتزها تاني وتالت ورابع بلا نهاية، تقرر تقتله عشان تخلص من كل الدوشة دي. ايه رأيك في الحدوتة دي بقى يا عزيزة؟ واخيرا بيسكت نوح عشان يشوف الاثر بتاع كلامه على اللي قاعدين، وبيستغرب جدا لما بيلاقي عزيزة بترد بكل ثقة: عندك حق يا بيه، ايه النباهة دي، كل اللي قلته صح، يلا اقبض عليا. لا، بيفكر نوح، مفيش حاجة بتبقى واضحة كده ولا سهلة كده. ده اللي بيفكر فيه نوح لما بيسمع رد عزيزة. مفيش لحظات وبيسمع ان الفريق الجنائي اللي كان بيحقق في السطح بيقولوا ان السطح نظيف تماما جنائيا، مفهوش اي حاجة تستدعي الشبهة. مفيش حد طلع على السطح في حاجة غلط. بيعرف يلمح نظرة سريعة بترميها عزيزة لسيدة المجتمع درية، وبيتفاجئ ان درية مرات رجل الاعمال وشها بيكون جايب ألوان. وفي لحظات الفيلم كله بيترسم في ذهن نوح: درية لسه راجعة من اسكندرية، الواد محمود عنده تذاكر كتير رايح جاي لاسكندرية، الواد محمود اسكندراني، السلم كان حركة مضروبة، والسطح مفهوش شبهات، والأوضة كانت مقفولة من جوه بالترباس، مفيهاش غير سالم ودرية، مرات راجل أعمال وسيدة مجتمع، وبتعك مع واد مجرم. ولما بتقرر إنها تقفل الصفحة دي من وراها وتسيب اسكندرية، بيجي وراها وبيبتزها. ما بتعرفش تعمل إيه، إزاي تسرق من جوزها وما يبانش إنها سرقت من جوزها. بتاخد رأي الخدامة اللي بقت صاحبتها وسرها خلاص، الخدامة اللي ياما كانت بتتنضر وبتحكي حواديت عن جدها الحرامي البريمو. فبتقترح الخدامة إنهم يستدعوه بتعويذة قديمة كانت عندها. أيوة يا بيه، أنت كده أخيرا لقطت الملعوب صح. سمع نوح صوت النص جاي من وراه، فالتفت له، فكمل النص. الملعوب ببساطة كان إن السرقة تتم بصورة معينة أو بشكل معين، بس مش عشان زي ما سيادتك بتقول إنه يلهي عن السطح، إنما عشان يلهي عن إن مدام درية قامت بنفسها فتحت الباب وادت العقد العزيزة عشان تروح تديه لمحمود. ولعلمك يا بيه، ما كانش فيه أي غرض من قتل محمود، ولا كان فيه حتى غرض إننا ننام على العقد. الملعوب كان إننا نلاعب محمود، ناخده على قد عقله وعلى حجرنا ونشبطه. الصور بقى والملفات اللي على آلاتكم دي اللي ما فهمهاش على العصري موجودة فين؟ فنلطشها احنا. بس كان الفكرة إن أول لما عزيزة تلاغي محمود وتعرف توصل للي ماسكه على درية هانم تلطشه منه، وبعدين نرجع العقد تاني ويا دار ما دخلك شر. لكن لما البت عزيزة لغته طلع كلب مسعور بيتهجم على أي واحدة اتهجم عليها، جت تدافع عن نفسها، قام الواد راح فيها. بلغوك وطلعت لي في البخت. وادي البت عزيزة هتروح في طيسة اهي عشان حاولت تساعد واحدة من الأكابر. لأ، أنا مش هسمح بده. فجأة طلعت صرخة من درية: حرام، عزيزة ملهاش دعوة، أنا اللي اتورطت مع محمود وابتزني، وأنا اللي طلبت مساعدة عزيزة، وكل اللي حصل ده حصل بسببي. عين راجل الأعمال سالم بقت بتطق شرار: درية، انت تعملي كده؟ انا هعرفك مين سالم عشان تعملي فيا كده وتخونيني. اخيرا نوح بيتفرج على رجالة الشرطة وهم بيقبضوا على درية، ونوح بيتكلم وكأنه بيتكلم مع نفسه: طب لو كده ليه ما قلتليش من الأول يا نص إن غرضك كان نبيل؟ وليه أصلا ما كنتش عايزني أكمل؟ بيظهر النص جنبه من العدم وبيرد عليه: أنت ظابط مجدع يا نوح باشا، لما بتحط حاجة في دماغك بتجيب أصلها وفصلها وبتعصرها كما الليمونة لحد ما تجيب حقيقتها. وبعدين راح بص على درية اللي بيجرها ضباط الشرطة وهو بيكمل ويقول: والحقيقة حلوة مفيش كلام، بس في أوقات خصوصا مع التوبة النصوح أي ماضي وحش حله يتنتش سكيتي وكتاني، عشان في الحالات دي بس السرقة بتبقى حلال
والجهل بيبقى نعمة، وبيفضلوا هما الاتنين جنب بعض سوا باصين قدامهم مش عارفين المرة دي مع أول صراع ما بينهم مين فيهم اللي كسب، حقيقة نوح ولا سرقة النص. هستنى منكم تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في القصة، عجبتكم ولا لا، وايه تعليقاتكم عليها. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعارات على اخر حلقات. سلام.